السلام عليكم، اهلا وسهلا. اليوم غنقدم لكم واحد الكيكه ديال المول العجيب. المهم راكم عارفين المول العجيب شنو هو. كنحتاج فيها كاس ديال الزيت وكاس ديال السنيده ويوغورت و4 البيضات ونص كيلو ديال الدقيق. المهم الدقيق ما غاداش نكملو كامل، مي غادا تشوفوا شحال، وجوج خمارات وفاني. ودابا نبداو ان شاء الله. كناخذ البيض، كنستعمل البيض بيان سور غادي يكون مغسول ومنشف. راكم عارفين الطريقه ديال البيض باش تتقلب. انا المول عندي كبير، كنستعمل 4 بيضات. الا كان عندكم المول صغير استعملوا غير 2 يكفيكم. انا المول اللي غنستعمل كبير. كتجي الكيكه زوينه، المقاديرها رخاص وزوينين، وكتجي في المذاق كتجي زوينه. دابا غندير الكاس ديال السنيده. نتوما على حسب الحلاوه اللي بغيتو. كاس كتجي الحلاوه هي هذيك مقاده. غندير الكاس ديال الزيت، ونبدا نطرب. حاولوا منين ديروا البيض والزيت والسكر نطربوا باش يدخل هذاك الهواء في العجين، لان هذاك الهواء كيخليها تكون شويه مطلوقه. كيكون الهواء كيخليها شويه منفوخه، ما كتكونش معجنه. الكيك ما كيكونش معجن. كنبقاو نطربوا حتى تندخلوا داك الهواء، يعني الهواء يدخل. كنزيد معلقه ديال الخل، كنزيد اليوغورت. الخل راك عارفين شنو المفعول ديالو، انه كيخلي اي عجين، الكرواسون اي عجين الكيك كيخلي ديما هشيش وخفيف. كنبقاو نطربوا. بغيت تستعملوا البيتخان استعملوها اللي عجبكم، ونضيفوا الدقيق ما غاداش تقريبا ما يكملش حتى اقل من 4 ديال الدقيق. راني استعملت لكم بالمعلقه باش تشوفوا. وكنبقاو نخلطوا. من الاحسن الكيك ما يكونش شويه، ما يكونش العجين ديالو ما تكونش ثقيله، لان الا كانت ثقيله كتجي بحال الخبز. يكون شويه موين باش تجي خفيفه وتجي مفكوكه على بعضياتها. نزيد الفاني وندير 2 خمارات حمرات. نكمل الطراد ديالي. انا هاد الكيك ممكن تخليوها بيضه. انا استعملتها بزاف المرات بيضه، مي دابا بغيت نبدلها. غنزيد فيها كاكاو المر الاسود. زيدوا على حسب اللي بغيتو نتوما. انا بغيت شويه تكون ناقصه في اللون، لان الكريم باتيسي غنديروه بالشكلاط. هاد الكاكاو المر الاسود ما محتاجينش ديروه في الدقيق، عاد ديروه في الكيك ما كيبقاش، ما كيخليش داك الحبيبات ديالو. شفتوا؟ مي هذاك المر داك القهوي لا، استعملوه مع الدقيق، عاد لوحوه في الكيك لان كيخلي الحبيبات. وهذه لا تيكستور ديالها هكا كتكون، ما تكونش خاتره وما تكونش جاريه، كتكون هكا. ملي كتندمج ليا كامل كيكون مندمج، كنجيب المول. وهذا هو المول العجيب، كيكون مثقوب من الوسط باش تعمروه. كندهنوه بالزيت وكنديروا على الدقيق. بغيتو ديروا الزبده ديروها، مي انا كندير الزيت. وكندير الكاوكاو في الجناب كتزين. نشوفوا نتوما تزين على حسب اللي بغيتو نتوما، يعني نتوما حرين فيه. انا كندير الكاوكاو، المذاق ديال الكاوكاو مع الكيك يجي زوين. الكاوكاو والكاكاو كيجيو زوينين. كديروا الكاوكاو في الجناب وما تخافوش منه،
تقولوا راه ممكن يتحرق مع العجين ديال الكيك، لا ما غاديش يتحرق. ما ديروا فيه لا دقيق لا والو، لوحوه هكاك وستفوه في النص ولوحوا عليه العجين. شفتوا الخليط ديال العجين كيفاش داير، ما غليظش ما ثقيلش. وكنخبطوا المول، نخبطوا المول باش داك الهواء اللي كاين ما بين المول والكيك كيخرج، باش ما يجوناش الثقابي ما يجوش الثقاب في الكيك. ودابا ندخلها الفران ان شاء الله نتلاقاو. دابا غناخذ الكريم باتيسيير، غناخذ نص لتر د الحليب، غندير فيه الكريم باتيسيير بودر. المره اللي فاتت كنت انا صايبته، دابا لا، غندير فيه كاس ديال السنيده والكونفيتور والكوك للتزيين. ما غنكملش كاس ديال السنيده، ما نكملوش كامل، غير نصو على حساب الحلاوه اللي بغيتو نتوما. كنديروا الكاكاو المورنيت، الكريم باتيسيير والكاكاو ديروه على الحليب بالبارد، لان الا خليتوه سخون غيتلكد لكم، ما غاديش يبقى يتفك. ديما الكريم باتيسيير على البارد، ديما يكون الحليب بارد. كندير كريم باتيسيير وكنخلط باش هذوك الحبيبات يحيدوا، عاد نحطو فوق النار. خلطوه، حاولوا تخلطوه قبل ما تحطوه فوق النار، باش ملي كنحطوه هكا كنبقاو نخلطوه. هادي تبقى تخلطوه باش ما يتحببش لكم. نتوما يديكم على نتوما كتخلطوا ويديكم عليه باش ما يتلصقش لكم لتحت. هكا كيكون الاخر ديالو هكا. ما تخليوش يقصح بزاف، غير هكذا على هذا الشكل هكذا صافي. وكنحطو فوق الكيك. هذا هو الكاوكاو، شفتوا كي كيجي، يعني ما كيهبطش لتحت. لان بعض المرات لي كيك اللي كنكونوا نديرو فيهم لي فخوي ساك، ولا بحال مثلا هاد الكاوكاو شي حاجه اللي بغينا نديروهم في الوسط ديال الكيك، كنديروا عليهم شويه دقيق باش ما يهبطوش من القاع. مي في هاد الحاله هادي لا، بلا ما ديروا لا حتى حاجه، الكاوكاو ستفوه هكا كيف درت له انا وصافي. ودابا غادا ندير الكونفيتور من الجناب. شفتوا كي كيجي. دابا غندير الكونفيتور من الجناب باش نزينها بالكوك. كيبقى اختياري عندكم، حتى اللي بغيت ديروا الفيرميسيل اللي يعجبكم ديروه. الكريم باتيسيير غير بغيت ديروه غير صفر نيت بيض ماشي مشكل، تيبقى الاختيار ديالكم. كندوزها بالكونفيتور من الجناب باش يلصق ليا الكوك. عادي واخا تكون سخونه خدموا فيها عادي، راه ما غادا تحيد لكم حتى حاجه منها. يعني تقولوا تهرس ولا شي حاجه، نو، غير خدموا فيها، كتجي رائعه في الطعم ديالها. لان المذاق ديال الكوك مع الكونفيتور مع الكاوكاو والكريم باتيسير ديال الشوكولا كيعطي واحد الاندماج زوين في المذاق. جربوها ان شاء الله غتعجبكم. وكتطلع حتى في الوصفه ديالها كتطلع زوينه، حتى في الثمن ديالها وكل شيء. وهذا هو كيفاش كتجي في الطبق النهائي كامل هكا كيجي. المول راه عندي انا كبير، راه الكيكه كبيره. دابا نقطع لكم مرسو باش تشوفوا. حتى بغيتو حتى مثلا ديروا الزا في بلاصه الكريم باتيسير، فلون، الزا فلون ممكن ديروها هكا. كتجي رطبه بالصحه والراحه. شكرا.